يا صباح الخير، صباحكم سعيده وتفاؤل وراحه بال، يا رب جميعا تكونوا بخير. زي ما عملت معاكم كتير التوست الابيض الهش القطني والاسفنجي بشكل وطعم مختلف، سواء بقى في قوالب التوست او حتى في علبه السمنه. قدمته باشكال مختلفه كتير، قدمته ساده وقدمته بحشوه البيتزا وقدمته كمان بطعم السينابون، والحمد لله كان ناجح جدا. وزي ما عملت معاكم عيش التورتيلا الابيض والاسمر الصحي والحمد لله برده كان حلو جدا. وعملت معاكم القرص الفلاحي. كل المعجنات او الوصفات دي وغيرها كتير الحمد لله كل اللي جربها نجحت معاه من اول مره. هسيب لكم لينك المعجنات والمخبوزات ان شاء الله في صندوق الوصف. فايه رايكم نعمل مع بعض النهارده فطائر بالسمسم هشه جدا وقطنيه زي ما انتم شايفين كده، يعني وكانك ماسكه قطعه سبونج في ايدك بالظبط، مش فطائر ابدا. والاحلى بقى ان هي مكوناتها اقتصاديه جدا، يعني هنعملها من غير ولا بيض ولا لبن ولا سمنه ولا زبده ولا اي حاجه من دي خالص. بس رغم كل ده هتطلع معاكي قمر يعني. والاحلى بقى كمان في الفطائر دي ان مش بس مكوناتها اقتصاديه، لا دي طريقه التحضير بتاعتها والتشكيل بجد ما فيش اسهل ولا ابسط ولا اسرع من كده. والاحلى بقى انك تقدري تقدميها حادق وتقدري كمان تقدميها حلو، بما ان بقى كمان رمضان على الابواب وكل سنه وانتم طيبين. فهيكون حلو جدا لو عملت الفطائر دي على السحور كنوع من انواع التغيير، يعني لان زي ما قلت لكم بيليق عليها كل حاجه وطعمها بجد بيطلع ولا احلى. يلا بقى نشوف الفطائر القمر دي عملناها ازاي. بس لو سمحتوا قبل ما نبدا الفيديو عايزه افكركم يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده في طبق، ويا ريت يكون كبير شويه، حطيت كوبايتين من الميه الدافيه. بما ان طبعا الجو لسه برد فاستخدمت ميه دافيه، لكن طبعا لو الجو صيف هتستخدمي ميه من الحنفيه عادي. انا بستخدمها دافيه في الشتاء علشان تسرع عمليه التخمير بس مش اكتر من كده. وحطيت في الميه 4 معالق كبار مليانين من السكر، وحطيت عليهم معلقه ونص كبيره من الخميره الفوريه، وهنقلبهم مع بعض كويس. ولو انت مش متاكده من الخميره بتاعتك يبقى في المرحله دي هتغطي الطبق 10 دقائق كده لغايه لما الخميره تتفاعل علشان تتاكدي ان هي شغاله وتعمل بابلز كده وتعمل طبقه على الوش سميكه شويه. وكمان حطيت معلقه صغيره من الملح، 3 معالق كبار من اللبن البودر، وتلت كوبايه من الزيت. بس هسيب من الزيت قد معلقتين كبار كده وهقول لكم هنعمل بيهم ايه دلوقتي. وكمان حطيت معلقه كبيره من الخل، وهقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس جدا. وهنزل عليهم بكيلو من الدقيق. انا استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات، لو عايزه تستخدمي دقيق متخصص للمعجنات او المخبوزات مفيش مشكله، بس انا بصراحه بحب استخدم الدقيق اللي بيكون متوفر في كل البيوت، فده بيكون حسب الرغبه. اهم حاجه في المخبوزات ان نوع الدقيق يكون كويس، وكمان بيعمل عرق كويس جدا علشان المخبوزات تطلع معاكي هشه وطريه وقطنيه زي ما شفتيها في اول الفيديو. وهبدا بقى ان انا اقلب العجينه بايدي، وطبعا كالمعتاد انا ما بنزلش بكميه السوائل اللي انا هحتاجها كلها مره واحده، لان طبعا انواع الدقيق بتختلف. فانا في البدايه نزلت بكوبايتين بس، وبعدين لما بدات بقى اقلب بايدي ببدا اشوف العجينه محتاجه ميه قد ايه، زودت تاني ربع كوبايه ميه، وبعدين رجعت عجنت تاني ولقيت ان انا محتاجه كمان ربع كوبايه ميه. المهم يعني ان في المعجنات اياكي ثم اياكي انك تنزلي بكميه الميه كلها مره واحده، حتى لو انت عارفه ان الدقيق بتاعك بياخد كميه ميه قد ايه. من الاحسن انك تنزلي بالسوائل كده تدريجيا، اولا علشان توصلي بقوام العجينه زي ما انت عايزه. تاني حاجه احنا لما بننزل بالسوائل كده تدريجيا احنا كده بنعمل عرق في العجينه وبيخلي المعجنات طالعه هشه جدا واسفنجيه. وانا لغايه ما كنت بعجن في الطبق استخدمت كوبايتين ونص من الميه، وطبعا علشان اخد راحتي في العجينه بقى لازم انزل بيها على رخامه. الخطوه دي برده مهمه جدا. ولما نزلت بقى بالعجينه على الرخامه بخلي جنبي يعني قد 3-4 معالق ميه كده، علشان في البدايه كده احط كفين ايدي في الميه، وبعدين قلبت العجينه كويس جدا. الخطوه دي برده بتفرق جدا في قوام العجينه. يعني انا حطيت كفين ايدي في الميه 3-4 مرات كده، وبعدين دلت العجينه كويس جدا لغايه لما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. المهم ان قوام العجينه يكون طري جدا وبيلزق حاجه بسيطه بس، برده لما تيجي تلم العجينه تلاقيها بتتلم بمنتهى السهوله. والاجمالي بقى كميه الميه اللي انا استخدمتها على كيلو دقيق 3 كوبايات الا ربع بالظبط، بس ده طبعا هيكون حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. المهم انك قبل ما تنزلي بالعجينه على رخامه تسيبي العجينه محتاجه شويه ميه كده صغيرين علشان تلتيها زي ما انا عملت كده بالظبط. وبعد ما تعجني العجينه كويس جدا يعني مش اقل من 10 دقائق كده، المهم ان انت تعملي اختبار للعجينه، تيجي تشديها كده شويه هتلاقيها بتتشد معاكي من غير ما تتقطع. بعد كده نزلت بمعلقتين الزيت اللي انا كنت سايباهم في البدايه، وبعدين هبدا الم العجينه تاني. صدقيني الخطوه دي بتفرق جدا في قوام العجينه. انت اول ما تنزلي بالزيت وتيجي تلمي العجينه هتلاقيها بتقطع معاكي، ما تقلقيش مفيش مشكله خالص. اعجنيها بس شويه صغيرين كده هتلاقيها اتلمت معاكي بمنتهى السهوله، وبقى قوامها ناعم جدا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. نتكلم بقى على بدائل المكونات. ممكن ما تستخدميش لبن بودر ابدا وتعجني بميه بس عادي، وممكن كمان تخلي خليط ما بين الميه وما بين اللبن. بس مهم جدا وضروري في اي معجنات لازم تدخلي فيها نسبه ميه، ده لو ما كانش النسبه الاكبر للميه يعني، لان الميه كثافتها اخف من اللبن، فده اللي بيطلع المعجنات هشه جدا واسفنجيه
وطريه من جوه. عايزه بقى تستخدمي ميه بس، ميه ولبن، ميه ولبن رايب، ميه وزبادي، براحتك. وبصوا بقى اهم 3 حاجات علشان اي معجنات تطلع معاكي زي ما انت عايزه من اول مره ويطلع ما فيهاش ولا غلطه. اول حاجه نوع دي ان انت بتستخدميه لازم جدا وضروري يكون الدقيق ده بيعمل عرق علشان المعجنات تطلع طريه. وتاني حاجه علشان المعجنات تطلع برده طريه لازم جدا وضروري توصلي بقوام العجينه ان هو يكون طري وبيلزق حاجه بسيطه. وتالت حاجه بقى انك لازم تعجني العجينه وتخدميها كويس جدا، يعني لمده كده ما تقلش من 10 ل 12 دقيقه بس كده. وهتحطي بقى العجينه دي في طبق مدهون بالزيت، وهتدهني كمان وش العجينه بالزيت علشان ما ينشفش، وهتسيبيها تخمر لغايه لما حجمها يتضاعف مره بس مش اكتر من كده. وعلشان نعمل الخليط اللي هنحط فيه المعجنات بعد التشكيل استخدمت ربع كوبايه من الميه، حطيت فيها 4 معالق كبار من السكر ودوبتهم كويس جدا. اما بقى كميه السمسم فخليها حسب الاحتياج، يعني حط شويه بشويه كده في الطبق علشان حرام لما اقولك حط كميه معينه مثلا وترجعي ما تستخدمهاش كلها وهيبقى فيها ميه ومش هتبقى حلوه ابدا. دهنت الرخامه دهنه بسيطه خالص كده من الزيت، وبعدين نزلت بالعجينه وفضيت الهواء اللي فيها، وهبدا بقى ان انا اقطعها لكور بالحجم اللي انا عايزاه. طبعا هنا حجم الفطيره هيكون حسب الرغبه. المهم ان انت بعد ما تقطعي الكور هتقفليها بالشكل اللي انت شايفاه ده علشان تديكي شكل متساوي، وهترصيها بقى على صينيه، والصينيه دي تكون مدهونه دهنه بسيطه من الزيت. ولازم طبعا تغطي الكور دي بالبلاستيك علشان وشها ما ينشفش، وهدهن الرخامه دهنه بسيطه جدا من الزيت. انا مش هسيب الكور دي ترتاح تاني ولا اي حاجه، انا هاخد اول كوره انا كورتها، وفي البدايه كده هاخد كل الكور اللي انا كورتها دي وهفردها على شكل رول. بس في البدايه كده هيكون الرول طوله قصير زي ما انتم شايفين كده، لان في المرحله دي لو حبيتي انك تفردي الرول طويل في البدايه كده علشان تشكليه مره واحده العجينه مش هتتفرد معاكي ابدا بمنتهى السهوله. كل ما هتفرديها هتلاقيها بترجع تلم منك تاني. زي ما انتم شايفين كده انا فردت كل الكور اللي انا عملتها لرولات، بس رولات صغيره مش طويله ابدا. وبعدين هاخد بقى اول رول انا فردته وهفرده بقى بشكل كامل، يعني هفرده بقى بالطول اللي انا عايزاه. في المرحله دي بقى هتلاقي العجينه بتتفرد معاكي بمنتهى السهوله علشان طبعا ارتاحت شويه. بس مهم جدا وضروري وانت بتفردي الرول يا ريت تخليه كله بسمك واحد، يعني ما تخليش جزء يكون سميك وجزء يكون رفيع علشان لما يدخل الفرن التسويه تكون مظبوطه. ولو انت بقى عجناها كويس جدا مستحيل، وانا واثقه من كلمه مستحيل في المرحله دي، انك مهما تفرديها وتشكليها وتوديها وتجيبيها مستحيل تتقطع منك ابدا. انت هتلاقي قوام العجينه في ايدك كده عامل زي الاستك بالظبط. وطريقه التشكيل انك تشوفيها طبعا بيكون احسن، واظن ما فيش ابسط ولا اسهل ولا اسرع من كده. انت بعد ما تلفي رول بتقفلي العجينه كده وبتخلي الطرفين طولهم متساوي، بعدين بتضفريها بالشكل اللي انت شايفاه ده. بس مهم جدا وضروري انك بعد ما تضفريها لازم تقفلي الطرف ده كويس جدا. وكل فطيره بتشكليها بتاخديها في البدايه كده بتحطيها في الميه بسكر اللي كنا مدوبينها مع بعض، وبعدين بتشيليها من الميه بالسكر بتحطيها في السمسم. وهنا بقى عندك اختيارين، لو انت عايزه الفطيره تكون بالسمسم من جنب واحد بس زي ما انا عملت هتعمليها زي ما انا عملت، لكن لو انت عايزه السمسم يكون من على الجنبين يبقى الفطيره بعد ما تشكليها هتغططيها كلها في الميه بسكر، وبعدين هتشيليها تحطيها في السمسم وتقلبيها في السمسم على الجنبين، وبكده الفطيره كلها هتكون متغلفه بالسمسم من فوق ومن تحت. وممكن تشكلي بالطريقه اللي انا بعملها دي برده، انك تمسكي الرول من النص وترفعيه وتلفيه حوالين بعضه كده. هي في كل الاحوال يعني التشكيل سهل ما فيهوش اي حاجه. وهنا بقى كمان في المرحله دي عندك اختيار اضافي، لو انت عايزه الفطائر دي تكون حلوه ومسكره يعني فتقدري تزودي سكر حبيبات مع السمسم، وتقدري كمان تحطي رشه قرفه بتكون حلوه جدا. بس انا علشان كنت عايزه الفطائر تمشي حلو وحادق فما زودتش السكر الخارجي، لان رغم كميه السكر اللي احنا حاطينها في العجينه وكميه السكر اللي احنا حاطينها في خليط الميه بتاع الوش، لكن في الاخر الفطائر بتطلع مش مسكره ابدا. ورصيت الفطائر دي على صاج، والصاج يكون مدهون دهنه بسيطه جدا من الزيت او سمنه او زبده. المهم ان انت بعد ما تشكلي الفطائر لازم تسيبيها على الصاج كده تخمر للمره الثانيه لغايه لما حجمها يتضاعف، وبعدين الصاج القمر ده هيدخل على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200 في الرف اللي في النص، مع المتابعه طبعا. اول ما تلاقي الفطائر اخدت لون ذهبي من تحت هتطفي الفرن من تحت وهتفتحي عليها الشوايه لغايه لما تاخد لون من فوق. ولو انت الفرن بتاعك بيشتغل فوق وتحت مع بعض يبقى من البدايه كده هتشغليه فوق وتحت مع بعض. مهم جدا وضروري ان الفطائر دي تدخل على فرن ساخن جدا، ومهم كمان ان درجه الحراره تكون عاليه، يعني لو الفرن بتاعك بطبيعته هادي يبقى الفطائر دي هتدخل على درجه حراره 220، لان تاكدي ان لو الفطائر دي دخلت على درجه حراره هاديه اكيد وبالتاكيد هتطلع معاكي ناشفه ومش هتطلع معاكي اسفنجيه بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا الصاج اخد معايا في الفرن بالظبط من تحت ومن فوق 12 دقيقه مش اكتر من كده. ويا ريت كمان اول ما الفطائر دي تخرج من الفرن تغطيها شويه لغايه لما درجه الحراره بتاعتها كده تهدى من الفرن علشان الفطائر تطلع طريه جدا.
وبس كده يا ستي، واظن مفيش ابسط ولا اسهل ولا احلى ولا اسرع من كده. مكونات بصيطه واقتصاديه جدا، عملنا احلى فطائر بالسمسم من غير ما نستخدم بقى ولا بيض ولا لبن ولا زبادي ولا زبده ولا سمنه ولا اي حاجه من دي خالص. بس صدقيني في الاخر بجد طلعت ولا احلى. ريحتها في الفرن كانت قلب الدنيا، طعمها بجد حلو جدا. حلو بقى مع الجبنه البيضاء او حتى الجبنه الكريمي او مع القشطه مثلا، مع مربى بقى او حلاوه او ساده كده جنب كوبايه شاي ولبن، مش محتاجه اي حاجه تاني. حلوه جدا لو عملتي منها كميه وبعد ما تبرد حطيتيها في اكياس بلاستيك كده وشلتيها في الفريزر. حلو على الفطار في الايام العاديه، وحلو على السحور في رمضان. جربوها وانا واثقه ان شاء الله ان هي تعجبكم. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، نتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في امان الله وحفظه. بس لو سمحتوا ما تنسوش لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بحاجه بسيطه، وما تنسوش تعملوا الخير النهارده وتدعموني بالاشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس وتضغطوا على كلمه الكل وتعملوا لايك وشير، وربنا يحسن ما بين ايديكم. بحبكم في الله.